السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. النهاردة فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. النهاردة بقى روتين كده هنعمله في اوضة الاطفال. يعني يعتبر مش هنغير ملايات ولا الكلام ده، هننفض بس، هي الدنيا عندي نضيفة. هنطبق بس البطاطين ونشيل كده الدنيا السجاجيد ونديها كنسة كده. مش محتاجة يعني مكنسة ولا كده، لا هنعملها بالمقشة النهاردة. وتعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه. اول حاجة كده عملت كوباية شاي عشان بس تفوقني، وبعد كده تعالوا معايا نشوف نعمل ايه النهارده. قومي كده تشجعي وشوفي اللي وراكي، حتى لو الدنيا نضيفه معاكي كده برضو، يعني ايه، ادي كده تنفيضه كده من على الوش حتى وكده. تمام، زي ما انتوا شايفين الولاد لسه صاحيين، فطبعا البطاطين زي ما هي ما اتطبقتش. وهنبدا بقى ايه، نفتح بس الشبابيك كده. اول حاجه كده بنفتح الشبابيك. طبعا البلكونات عندي دي اكتر حاجه بتتبهدل، فعندي هنا ستاير برضو دخلت جوه البلكونه. هبدا بس اطلعها كده، بحب اطلعها بره، يعني بالنسبه لي بتمنع التراب شويه عن ما بدخلها جوه. فهبدا اثبتها كده بس في الحديد. طبعا الستاره دي يعني انا عملتها لون ولون، هي كانت الاول كلها لون واحد، بس الجزء ده كان يعني اتحرق. كان في حد رمى عليه حاجة يعني وكده، تقريبا صاروخ او حاجة، والستارة ولعت. قدر الله وما شاء فعل. فالحمد لله جت بسيطة. وطبعا شلت الجزء اللي كان محروق. وطبعا ما عنديش قماش تاني من الستاير دي، فحطيت اي ستارة عندي كانت قديمة حطيتها عشان بس تبقى ايه مدريانة، لان الجزء ده اللي هو قدامكم ده مش كبير. تمام، فاضطريت ان انا احط جزء تاني بلون تاني. مش اشكال، اهم حاجة بس ان حاجة تدارينا عقبال ما ربنا يسهل ان شاء الله، واجيب ستاره جديده باذن الله. هنا بقى هبدا اشيل الشلت كده اللي في الارض دي انا حاطاها لو حب حد يعني يقعد في البلكونه يقعد عليها. هشيل بس المشاية الاول. نبدا بس نديها تنفيذه كده، وبعد كده بقى نجيب اللي هي اللي قولوا معايا، اللي هي الريشه، المقشه. وهنبدا بقى كده ايه، زي ما انتم شايفين، نبدا بس نديها كنسه كده. هي مش يعني مش فيها تراب قوي، لان يعتبر يعني انا يوم ويوم ايدي فيها، يعني ما بخليش الدنيا ايه تبقى مليانه تراب قوي. تمام. هنا هنبدا بقى نلم على الجاروف ده. عايزه اقول لكم الجاروف ده حلو جدا، احلى من اللي هو بيد صغيره. يعني ده وانتي واقفه كده تلم الدنيا كده وانتي واقفه، مش محتاجه بقى توطي ولا الكلام ده كله، ورخيص يعني مش غالي. هنا خلاص. هبدا اجيب بقى المشايه ونبدا بقى ايه، نفرشها كده. خلاص كده البلكونه بتاعتي بقت نضيفة زي الفل، وهبدأ احط الشرط وخلاص. على كده خلصت البلكونة. هنا بقى الظرف بتاعت البلكونة هديها برضك كده بالزعافة دي. عايزة اقول لكم الزعافة دي جميلة جدا، كنت جايباها ب50 جنيه. بس عايزة اقول لكم حلوة جدا، هي بتطول وبتقصر. يعني ايه، بصوا تقدروا يعني وانا عاملاها كده، دي كده قصيرة، بتطول معاكي 2 متر ونص. يعني تطول معاكي السقف وانتي مرتاحة، وحلوه جدا بتشيل التراب احلى كتير من الريشه اللي هي اللي بتبقى عامله زي الريش الملون ده. يعني كنت انا بالاول بستعمل اللي هو الريش اللي هي الريشه اللي هي فيها ريش ملون دي، ما كانتش بتقعد معايا. يعني كان ممكن اجيب 2 كل شهر، مجرد بس ما بنفض بيها او كده خلاص هي باظت. لا دي عمليه بصراحه وحلوه يعني. هنا بقى هبدا بقى ايه اطبق البطاطين دي. البطانيه دي انا كنت غسلاها معاكم في فيديو قبل كده، وطبعا نشفت وحطيتها على السرير، فهبدا اطبقها بقى ونبدا بقى نشيلها. بس اول حاجه كده هنفض السرير كده تنفيضه. طبعا الملايات معايا نظيفه مش محتاجه تتغير. هبدا بس اعدل كده الملايات والمخدات وخلاص على كده. هنا زي ما انتم شايفين بقى نبدا بس نعدل الملايه، وبعد كده بقى نبدا نطبق البطانيه بتاعتنا. طبعا انا بغسل كل شويه يعني ايه بطانيه. طبعا مش هنعمل كله مره واحده، لا كل يومين كده بغسل بطانيه. وببدا بقى اطلع لو مثلا في بطاطين خفيفه بطلعها، او اللي هي الدفايات، يعني يا دوبك بس حاجه خفيفه كده يتغطوا بيها. طبعا دي عشان تقيله قوي، ف يعني محدش بيتغطى بيها كده. خلاص هبدا اطبقها.
وطلعت بصوا البطاطين اللي هي الخفيفة دي، بطانية خفيفة خالص. هبدأ ايه احطها لهم كده على السرير يضغطوا بيها. هنا بقى جبت جلابية قديمة كانت عندي، وحطيت كده فيها البطانية. لو عندك كيس اللي هو الكبير قوي ده اللي بتحط فيه البطاطين ماشي. طبعا الكيس بتاع البطانية بس للأسف عندنا كله اتقطع. فبالنسبة لي الجلابية يعني بصوا اريح كتير من الكيس. وكيس البطانية طبعا بيبقى ساعات بيبقى في جزء منه كده مقطوع، فطبعا البطانية بيدخل لها تراب. فانا بحب دايما مفضله يعني ان انا لو اي جلابيه قديمه عندي بحط فيها البطاطين كده واربطها كويس، وخلاص على كده بشيلها بقى ان شاء الله للشتاء اللي جاي. هبدأ بس اقفلها كويس عشان ما فيش اي تراب يبدأ يخشها. خلاص كده هبدأ اشيلها بقى على الدولاب. وهنا بقى هنبدأ بقى نروح على السرير التاني برضو. هنشيل بس البطانية دي هغسلها دلوقتي. وتعالوا بقى ننفض بس ايه ونعدل السرير زي ما انتوا شايفين. هنديله بس تنفيضة كده. كده خلاص. وهبدأ بقى على الترابيزة بتاعة الكمبيوتر دي. طبعا انا شلت الكمبيوتر من عليها وخليتها للاولاد كده يذاكروا عليها زي مكتب. تمام. طبعا هم مكركبين الدنيا بالكتب هرصها لهم كده فوق بعض. وهلم لهم بس حاجاتهم كده لان طبعا ايه الحاجات دي دايما على طول بيذاكروا فيها. هظبط لهم كده الترابيزة ونديها برضه تنفيضة كده زي ما انتوا شايفين. وخلاص. هنا بقى هبدأ اشيل برضو الكرسي كده ونشيل السجادة نديها كنسة. يعني من وقت للتاني مش هيبقى كله بالمكنسة، لا هنشيل كده ال الحاجة ونديها تنفيضة ونكنسها كده من تحت السجاد. هنفضها كويس. نجيب بقى المقشة بتاعتنا ونبدأ بقى ايه نكنسها ايه كنسة كده. هي بصوا مش ما فيهاش تراب، بس يعني لو في هب وكده تراب كده بيتشال معايا. يعني نكنسها بس من عند ناحية الدولاب. هنا خلاص كنت خلصت. هبدأ بقى ايه افرش معاكم السجادة. طبعا السجادة نظيفة زي الفل لان انا حاطة عليها على طول حافظة. طبعا الاوضه دي على طول الاولاد بيقعدوا فيها، فطبعا ايه ما ينفعش ان انا اسيب السجاده لانها لونها فاتح، فبحط لهم حافظه كده. وقت ما بتتوسخ بحطها في الغساله وبحط حاجه مكانها بحيث ان السجاده تفضل معايا نظيفه. لان انتوا عارفين يعني السجاد مش يعني على طول هنبقى قادرين ان احنا نعمله ولا كده. لا الحافظه سهله ان هي تتوسخ احطها في الغساله وخلاص. فبقى يعني على قد ما بقدر بحاول احافظ على السجاد ان هو ما يتوسخش على طول عشان بس مش كل شويه نغسل فيه وكده. هنا خلاص الأوضة خلصت معايا. هنا هجيب بس من ورا الباب كده ومن عند الباب ونبدأ بس ايه نلمهم كده على الجروف. كده خلاص الأوضة معايا بقت زي الفل. خلصتها. هحط بقى المشايات اللي هي الصغيرة دي. وهنا بقى فضيت شنط البنات من الكتب وهديلهم كده غسلة لأن الشنط اتوسخت جدا. يمكن كمان مش باينة في الكاميرا. هحطها لهم كده في الغسالة مع الكاوتشات بتاعتهم بيطلعوا زي الفل. هتأكد بس ان مفيش اي اقلام ولا اي حاجة في قلب الشنط قبل ما احط اي حاجة. هنا الشنطة دي فاضية معايا ما فيهاش اي حاجة كده خلاص. احطهم بقى في الغسالة.
وهنا بقى كنت خلصت اهي الاوضه بقت زي الفل مترتبه، عقبال ما الاولاد يجوا من دروسهم ويقعدوا يذاكروا بقى كده على رواقه. هطفلهم بقى النور. وهنا كنت طلعت بقى الكاوتشات من الغساله. عايزه اقول لكم طالعين ابيض قشطه، بس مش عارفه في الكاميرا مصفرين ليه. تمام. هنا برضو الشنط اهي غسلتها لهم كلها. وادي شنطه كمان غسلتها. وده كان فيديو النهارده، قومي تشجعي واعملي اللي وراكي، وما تنسينيش في اللايك والشير. مع السلامه.